من فندق هيلتون الكورنيش بالاسكندريه. نحن في احتفاليه نحن الامل لتكريم طلابنا اوائل الثانويه العامه المتفوقين في حضور كوكبه من الفنانين لهم اسم وبصمه واعمال فنيه خالده في العمل الفني. هذه الاحتفاليه الثقافيه العلميه الفنيه ارجو ان احنا جميعا نستمتع بها. انتظرونا حين بدء الاحتفاليه. لم يقدمها لا القطاع الخاص ولا القطاع العام. تصدت لمشاكل ولمواضيع في منتهى الاهميه بتهم الشارع المصري بل بتهم الوطن العربي كله. انشا استوديو الممثل اللي من خلاله اكتشف عشرات من النجوم والنجمات اللي دلوقتي اصبحوا ملء السمع والبصر في مصر وفي العالم العربي كله، وزي كتير في عبله كامل، كتير جدا جدا من النجوم والنجمات اللي اصبحوا ملء السمع. ما زال حتى هذه اللحظه مسؤولية خاصة في دور كبير قوي في الظهور أو النجاح. أنا بشكر إدارة هيلتون وبشكر سيادة اللواء حازم صديقي العزيز والغالي، وبشكر الأستاذ حسين عبد الله، وبشكر تلميذي الأستاذ أحمد صدقي وزير هيلتون، وبشكر تلميذي وصديقي وحبيبي طارق اللي قال كلام يعني هو مذاكر كويس بس علشان الإحقاق للحق. أنا ما كنتش الأول على دلوقتي، أنا كنت التالت على دلوقتي. عايز أقول كلمتين علشان أنا الحقيقة ما قدرتش ما أحضرش هذه الاحتفالية تميز أوصافها. دايما أقول ساعات بنحبط وساعات بنكتئب، ولكن الأمل الوحيد بيبقى في أطفالنا. طفل 4 سنين بعد 20 سنة يا ابني أمك يا يتم أمك. نحن أعتقد أننا نعمل على أن هؤلاء الأطفال يقولون أمة بحق حقيقي، أن يفهموا ويتعلموا الانتماء لله والانتماء للوطن والانتماء للأسرة. الأطفال لازم يعرفوا تاريخهم، لازم يعرفوا جغرافيا ويعرفوا تاريخهم عشان يعرفوا حاضرهم ويعرفوا مستقبلهم. التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة أرادت إسرائيل إلغائها من الدول العربية بفيديو مصور صوت وصورة. وأنا بقول نحمي أطفالنا بأنهم يتعلموا التاريخ ويتعلموا الجغرافيا ويتباهوا بعلم فلسطين ويتباهوا بخريطة الوطن العربي فيها فقط فلسطين. عايز أقول أنا فخور أني اخترت كما اخترت الفن أن يكون طريقي، ولكن الحقيقة أنا اخترت الفن وطني، وبالفن يبنى وطني، وبالفن يرتقي وطني. مصر بها أعداء كتير الآن ومحاطة بكل الأعداء، ولأول مرة في تاريخها من مصر القديمة حتى الآن محاطة من ال4 جهات.
ويسمو العقل ويسمو الاحساس. انا اسف انا كان نفسي اقول كلام كتير قوي، بس انا متاكد تماما ان اعدائنا مش هيقدروا علينا، مش بقوه السلاح بس، مش هيقدروا علينا، لاننا هنبدا نفوق ونرفض التفاهه ونرفض اي حد يسيطر على دماغنا، ونتمنى لابنائنا انهم يبقوا مش بتوع التيك توك ومش التواصل الاجتماعي السخيف اللي بيهدم عقولنا وبيقدموا لاطفالنا كرتون يخليهم يتعلقوا بالنسبيه ويتعلقوا بالشذوذ. احنا لازم نصحى، شعبنا يصحى، والاولياء والامور يصحوا. كل الشغل يكون مستحيل مثلا الفرصه دي، بس انا كان لازم اقعد القاهره فورا ان انا عندي يعني نهائيه لعرض مسؤوليتي الجديده فارس يكشف مصدور وربنا يستر. دكتور محمد عبد الرازق اتفضل. الاستاذ محمد صبحي الشامي يعني هو استاذنا الكبير الاستاذ محمد صبحي فعلا عن كل ما هو حقيقي وهو قيمه في الوطن. قال كل اللي لنا نفسنا نقوله فيه. انا بس فرحان ان انا موجود في اسكندريه بلد الرئيس، بلد السجن بلد اخواني وبلد الفن والفنانين، بلد المقاومه زي ما علي الكبير. فانا في مكان محترم والشعب محترم، وجودي في وسط هذه الكلمه عظيمه شرف ليا. اشكركم واشكر الطلبه اللي بيشتغلوا دول اللي حاسين الوطن، يا رب يفهموا احنا فين ورايحين على فين. اشكركم. نرجع لأماكننا عشان استكمال فقرات تكريم الطلبة وتكريم القيادات اللي موجودة معانا لو سمحتوا. السادة الضيوف يرجى العودة للأماكن لو سمحتوا. فريق التنظيم بتاعتنا إن احنا نرجع. أنا سعيدة في هذه الاحتفالية أبنائك في أوائل الثانوية العامة. مليون مبروك ليكوا ولمصر، انتوا الجيل الجديد اللي طالع. النهارده لفة جميلة منها بتسرب أبنائنا المتفوقين في الثانوية العامة. احنا كده بنوصل لهم ان هم يكونوا قدوة رهيبة. الأستاذة أميرة مريم محمد محمود. حبيب طربان عبد القادر جبالي معهد المدينة المنورة. شنى السيد عوض. مدرسة مريم الثانوية الصناعية معهد كيمياء 97.
الآن وبرنامجنا مدار الثقافة على قناة HTC. بيسعدنا إن احنا نستضيف قامة فنية كبيرة في الإسكندرية، الإعلامي الكبير سيد عبد الله عبد الصمد. أهلا بك. انا سعيد جدا الدنيا جميله فيه وانا خلاص الاسكندريه تحتفل كل الشكر طبعا كل الشكر مع الشاعرة منال أمين. واستكمالا بعد أن شاهدنا هذه الاحتفالية بكل ما فيها من جمال وروعة وتكريمات لقامات فنية كبيرة جدا، يسعدنا ان احنا نلتقي مع من تعب كثيرا وأعد كثيرا وبذل الجهد الكثير. مش هنطلق عليهم الجنود اللي احنا مش شايفينهم، لا، هو ظاهر، ولكن المجهود الضخم الذي رأيناه في الاحتفالية كان عظيم جدا. ولابد ان احنا نلتقي مع من صنع هذه الاحتفالية. يسعدنا ان احنا نلتقي مع المنسق العام لاحتفالية نحن الأمل، الخبير السياحي حسين عبد الله خير. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بك يا محمود بيه، وانا سعيد بحضرتك. وجودك كان اضافه للايفنت. اسمح لي في البدايه ان انا يعني اشكر حضرتك واشكر الكاست او التيم وورك اللي مع سيادتك. وبما ان حضرتك ذكرت الصفه كمنسق عام، انا بشكر لان انا طبعا معايا فريق عمل اجتهدوا جدا وبذلوا اقصى مجهود عشان الايفنت يعني يخرج بهذه الصوره المشرفه. انا بشكر فريق العمل اللي كان معايا فردا فرد. بشكر اداره فندق هيلتون الكورنيش باسكندريه على راسها القائد مستر احمد صدقي، ان هو قدم لنا كل التسهيلات الممكنه على نجاح الايفنت وجميع العاملين في الفندق. قدمت الشكر وانا تحت امرك في اي استفسار، بالتنسيق طبعا مع الاستاذ الدكتور عربي ابو زيد، هو وكيل وزاره التربيه والتعليم، والتنسيق مع فضيله الاستاذ الدكتور ابراهيم الجمل الشيخ الازهر والشريف، وبالتنسيق مع سياده العميد محمد كشك المستشار العسكري بمحافظه اسكندريه، والتنسيق مع الدكتوره مريم المسؤوله عن مدرسه المريم الثانويه الفنيه الصناعيه. جت الفكره ان احنا عايزين نكرم بعض ولادنا اللي هم الاوائل الثانويه العامه من مختلف الادبي والعلمي والفني العسكري. عشان كده رحت للسياده المستشار والصناعي والازهري. نوعنا التكريمات بحيث ان يبقى كل ولادنا الاوائل من مختلف المجالات يبقوا متواجدين. طب احنا هنكرم الولاد، لابد ان احنا ندي الرساله اللي حضرتك قلتها، يبقى في قدوه. واخترنا
والحمد لله طبعا لما اتصلت وشرحت الفكره للفنان الكبير استاذنا الاستاذ محمد صبحي، قلت له احنا عايزين نكرم ولاد اسكندريه للطلبه الاوائل ونتمنى ان سيادتك تكون موجود. وافق وقال الفكره طالما احنا جايين نقول لولادنا اللي هم مستقبل برافو، يبقى احنا لازم نيجي ونشارك. فبنبقى حريص ان احنا ننوع. فاستاذ محمد صبحي كاستاذ في المسرح اتصلت صوت البيت المصري الاستاذه الجميله الاستاذه ناديه مصطفى وافقت، وطبعا اقترحنا واستاذنا الاستاذ اركان فؤاد التاريخ الفني المشرف نكرمه. اتصلت بالادب والفن الكاتب والسيناريست والمؤلف القيمه والطامه الاستاذ الدكتور مدحت العدل وافق. طيب الكوميديا بقى لازم حد من فاتصلت بالاستاذ رضا ادريس وابن اسكندريه طبعا، واتصلت بالفنان الجميل حضرتك شفت عمل بهجه ازاي للولاد الاستاذ حسن عبد الفتاح، واصبح عندنا 7 نجوم موجوده. انا لازم اذكر دلوقتي الشخصيه العسكريه اللي بنفتخر بيها، اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقه الشماليه العسكريه، رغم ان كان عنده ظروف خاصه انما اصر ان هو يجي يشاركنا. الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف برضه حضر. سياده اللواء ومساعد وزير الداخليه الاسبق اللواء هشام لطفي رئيس الهيئه الاقليميه للتنشيط والسياحه حضر. الاستاذه الجميله الخلوقه دكتوره امل العرجاوي رئيسه الهيئه العامه للتنشيط والسياحه في اسكندريه حضرت، واسعدنا بحضوره طبعا في هذه الاحتفاليه نحن الامل الاستاذ الدكتور نسيم جورج المنسق العام للمدارس الكنائسيه بمدينه الاسكندريه. شرفنا بحضوره ان هو طبعا مسؤول عن مدارس كل المدارس الراهبات الموجوده، ففي الحقيقه كان تواجده مهم جدا علشان نشارك في هذه الاحتفاليه. وجهة نظرك يعني كخبير سياحي واحتكاكك بالعديد من الكيانات، جربت ان يكون فعلا ان الألفة والتعاون مع مجموعة بتحقق نتائج احلى بكتير جدا من ان انا اعزف منفرد؟ استاذ محمود يمكن حضرتك شفت يعني طابور شرف في استقبال النجوم وفي استقبال ولادنا المتفوقين. انا كنت حريص جدا انا وفريق العمل اللي معايا ان نخلي طابور الشرف من المدارس وليس فرق. يعني انا مش جايب فرقه تستقبلهم، انا جايب 5 مدارس. اسمح لي اقول اسامي المدارس. مدرسه IBS او المدرسه الدوليه الرسميه، كليه نوتردام دي سيو كراهبات، مدرسه الصفا، مدرسه المريم، ومعهد العالي للكينجبري. لما جينا ندربهم او نعمل بروفا ابتدينا بكيجي 1 اطفال الحضانه، ثم ابتدائي، ثم اعدادي، ثم ثانوي، ثم جامعه. هو ده الطابور اللي مسك الزهور وعلم مصر يستقبل الطلبه ويستقبل النجوم، عشان بندي رساله في الداخل والخارج ان احنا لنا قدوه، والاجيال كلها بتسلسلها اللي هم امل مصر واقفين ومنتظرينكم وبيحيوكم بالعلم المصري وبالورد. كل اللي شاركوا اذا كان فريق الاراده، اصحاب الاراده الدكتوره او الاستاذه رباب ابو العزم، اللي شاركوا فريق ولادنا الجمال ذوي الهمم الجمال، ذوي الهمم واولادنا المكفوفين، فريق بنيتنا بقياده الاستاذه حنان حشيش، والفنان عازف الجيتار الجميل الموسيقار محمد منصور. كل المشاركين مجانا
لم يتقاضوا اجر عشان جايين يقولوا لاسكندريه وللطلبه والفنانين مرحب بيكم في بلدنا ويشاركونا البهجه. دي نقطه بس حبيت اوضحها ان هم يعني جم متبرعين. كل الشكر لسياده الخبير السياحي حسين عبد الله خير في هذا اللقاء. تسمح لي اختم. احنا كلنا ما حدش يزايد على حبنا لبلدنا. مش هبالغ لو قلت ان احنا ربنا يا رب دايما مصر في امن وامان. وانا ما بفهمش في السياسه بس بفهم في حب الوطن. انا يعني اختم كلمتي عزيز انت يا وطني رغم كل المحن. تحيا مصر تحيا مصر. أعزائي المشاهدين، وبعد أن شاهدنا ختام احتفالية نحن الأمل المقامة على فندق هيلتون الكورنيش بالإسكندرية، احتفالية رائعة جدا شارك فيها العديد من القامات الفنية وشارك فيها العديد من الكيانات السكندرية واللي هي بيكون لها دور فعال في المجتمع المدني. يسعدني أن احنا بنستكمل هذه اللقاءات ونلتقي بالأستاذ أحمد صدقي مدير فندق هيلتون الكورنيش بالإسكندرية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بيك، أهلا بيكم، منورين. احتفالية جميلة جدا على أرض فندق هيلتون الكورنيش الرائع جدا في التنظيم وفي الواجهة. حاجة مشرفة، حاجة مصرية مشرفة فعلا. احنا عايزين نسأل حضرتك ايه رأيك في هذه الاحتفالية؟ والله الاحتفاليه زي ما حضرتك قلت كده احنا كان يهمنا جدا ان احنا نكون مشاركين بصوره ايجابيه. طبعا بنعتمد مبدئيا على فريق العمل في ان احنا نوصل للمستوى الراقي من التنظيم، بالاضافه طبعا لبعض الشركاء زي من خارج الفندق بس ليهم خبرات عاليه زي مثلا الاستاذ حسين. بس فريق العمل طبعا كلهم ينسجموا مع بعض بحيث ان احنا نوصل للمستوى المطلوب في تقديم الاحتفاليه بالصوره دهيت. طبعا الاحتفاليه كان الهدف منها ان احنا نوصل رسائل معينه ومحدده بتظهر اهتمامنا كمؤسسه مدنيه متواجده في محافظه اسكندريه في نطاق المحافظه، ان احنا ازاي بنهتم ان احنا نشارك مشاركه مجتمعيه ايجابيه في ابراز ادوار معينه، وده الهدف الاساسي اللي احنا كنا بنعمل منه احتفاليه دهيت والحمد لله وصلنا له بشكل جيد. استاذ احمد، شايف حضرتك انه لما بيكون هناك تضافر وتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بيكون هناك قدر كبير جدا من التنسيق، واللي احنا ندعي للحضور لهذه الفاعلية قامات فنية كبيرة جدا زي الفنان محمد صبحي، الفنان طارق الدسوقي، الفنانة نادية مصطفى وغيرها، والمبدع والأديب الكبير والسيناريست مدحت العدل. بالتعاون بين المؤسسات المجتمع المدني بتقدر ان هي تخرج فاعلية بالشكل الجيد. هل ده كلام ده مظبوط؟ صحيح طبعا زي ما حضرتك قلت كده بالظبط تماما. يعني هو الاساس طبعا تكريم ابنائنا طلبه الثانويه العامه والثانويه الصناعيه والمدارس الفنيه طبعا. والهدف كمان ان احنا ما كناش نركز على الثانويه العامه كثانويه عامه على قد ما نركز بالتوازي مع الشهادات الفنيه، عشان ده هو المستقبل اللي البلد بتحرص عليه، ودول تانية كتير شغاله في المجال ده من بدري، بس احنا الحمد لله ابتدينا نعي هذا الموضوع ونركز فيه. وفعلا محتاجين في المجال العمل اللي هو اللي بيبني مستقبل البلد المجالات دهيت طبعا. والثانويه الازهريه برضو كانوا متواجدين، فالحمد لله كان هي دي التشكيله اللي احنا كنا قاصدين انها تبقى متواجده طبعا تحت التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم ووكيل الوزاره هنا في مكتبه في الاسكندريه، وكان المفروض هو يبقى متواجد بس للاسف كان عنده اجتماع ضروري في الوزاره في القاهره فعشان كده اعتذر. بس طبعا والتنسيق برضو مع هيئات تانية
هيئة تنشيط السياحة على مستوى المحافظة، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مكتب وزارة السياحة، كان كل دول متواجدين زي ما حضرتك قلت كده. الهدف بقى الأساسي إن احنا ليه نجيب فنان محمد صبحي أساسا. محمد صبحي زي ما حضرتك عارف طبعا كان ليه دور فعال في بناء الأسرة المصرية وتنمية إظهار الدور المحوري للأسرة المصرية والأجيال في تنمية النشء والأجيال بالأهداف اللي هو وصلها على مدار تاريخه مؤخرا في الاتجاه دوت. فطبعا كان خيره مثل ان هو يكون مدعو، وهو كان حريص طبعا اول ما عرف الموضوع ده ان هو يتواجد زي ما حضرتك عارف كده، رغم ان هو كان عنده استعدادات تاني يوم على طول لعمل فني جديد بالنسبه له، بالاضافه طبعا لبقيه القامات الفنيه اللي احنا كنا حريصين ان احنا نختارهم بعنايه عشان هم ليهم اهداف ونبيله برضو بتصب في نفس الاتجاه، فعشان كده ما اخترناش اي اسماء يعني اي اسماء قلت. هو احنا لو حبينا نتكلم مع حضرتك ممكن يطول وقت البرنامج وازيد، ولكن احنا عارفين وقت حضرتك والتزاماتك، وبنشكرك جدا على انك موجود في الحفله من بدايه الحفله حتى اخرها، وده كان طبعا على حساب جدول اعمالك الكبير جدا، ولكن حبك لشباب مصر، حبك لابناء مصر، حبك ان انت تكون متواجد في هذه الفعاليات اللي تدخل البهجه والسرور على شبابها، فده شيء جميل جدا. في نهايه لقائنا احنا بنتوجه بالشكر للاستاذ احمد صدقي مدير فندق هيلتون الكورنيش بالاسكندريه. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا ليك نورتونا، ويعني سعداء بتواجدكم دايما باذن الله. ولا يسعنا ان احنا بنتوجه ونقول والله تعيشي يا ام الدنيا، يلي غلبتي كل محال، تعلي وتبقي قد الدنيا ويزيد المكن الشغال. شكرا جزيلا.